ولكن زي ما التعليم كده له شيخ انت لازم تروح تتعلم على يده، كذلك مسألة أمراض القلوب وما شابه ذلك لازم يكون لها مشايخ برضه تروح تتربى على يديهم. ودي طريقة يعني دي عادة قديمة مش من الآن، مش عادة. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح نفوس أصحابه كما كان يعلمهم التعاليم الدينية. كذلك هذه الطرق انت بتروح تقعد على يد شيخ برضه يدلك على الله سبحانه وتعالى بالوعظ والذكر والإرشاد وما شابه ذلك. ادي كل ما في الطريق. يعني احنا محتاجين طريقة معينة ومحتاجين شيخ معين او شخص معين ان هو يصلح علاقتنا مع ربنا او ان هو يكون وسيط. لازم الانسان من امر بالمعروف ونهي عن المنكر يذكره دائما بالله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالانسان دائما لازم يكون له اشياء بيسأل عنها. ايوه وما فيش وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، بس لازم الإنسان يكون له مرشد معلم يدله على الله سبحانه وتعالى. بدليل أن الإنسان ما بيتعلمش تعاليم الصلاة لوحده، وما بيتعلمش تعاليم الصيام لوحده، وما بيتعلمش كل الأحكام الشريعة الإسلامية لوحده، بل لابد من معلم يرشده. ولكن هنا يعني من خلال متابعتنا خلال الساعات القليلة الماضية اكتشفنا أن الشيخ صلاح يتحكم في أسر كاملة في اختياراتها في تربية أبنائهم. ومش هتكلم عن البوست المسيء زي ما حضرتك قلت إن هو ظن، ولكن هو اللي ربى خديجة وهو اللي ربى مثلها الكثير. هل ده طبيعي؟ والله هو ده أمر ما فيهوش أي مشكلة. يعني أنت مثلا لو أنت ارتضيت شيخ ده طبيعي إن أنت بتاخد أسرتك تحضر درس العلم، تحضر مجلس الذكر، فده ما فيهوش اي مشكله خالص. ادي معنى التربيه. بس هم يعني ايه معتقدين ان التربيه دي ان انت بتجيب اسره كامله تحطها في المكان يعني وتسيبهم. لا ما فيش الكلام ده. زيك زي ما بتروح الجامع الازهر، زي ما بتروح تحضر اي مجلس علم في اي مكان، بتاخد عادي اسرتك وممكن تاخد اولادك معاك. دي ما فيهاش اي مشكله لو انت رايح بس. الكلام حضرتك بتقوله فعلا ما فيهوش اي مشكله، ولكن الكلام اللي احنا بقى شفناه الشيخ صلاح واخد مكانه غريبه عند الناس احنا ما شفناهاش قبل كده. يمكن الكثير مننا ما كانش يعرف الشيخ صلاح. فالمكانه دي وصلت ان هم بداوا يحذفوا اسماء ابائهم اتباع الشيخ صلاح يعني، ويحطوا اسم الشيخ صلاح التجاني. لا عادي، دي شيء موجود. زي مثلا لو انا كتبت مثلا مصطفى شير رشوان واكتب الازهري عادي. يعني الشيخ صلاح وصل لمكانه الازهر؟ لا مش لمكانه الازهر، انا بقول لك مثال يعني. فده عادي، الانسان لو احب شيء او عايز ينتسب له ده ما فيهاش اي مشكله. حضرتك يعني ازهري زي اللي بينتسب لاسم عيلته يعني كده، يعني يشيل اسم ابوه ويحط اسم العائله، ده عادي ما فيهاش اي مشكله. بالظبط زي ما حضرتك قلت مثال، لان انا قلت الازهري، ولكن المثال هنا لما نحط مثال بنحط مثال على شيء بنفس القدر وبنفس الحجم. لا مش شرط، لازم المثال يكون ممكن يكون في شيء يكون قاعد تشبهه باعلى منه عادي. لان المثال للتوضيح وليس من دأب الرجال البحث في المثال. عدم اعتراف الطرق الصوفيه بالزاويه هنا والتبرئه النهارده اللي حصلت بيها، اساس المشكله هنا ايه بالظبط؟ احنا ممكن برضو زي ما وضحت لك في البدايه ما يبقاش عندنا العلم الكافي. والله هو انا ما اعرفش تفاصيل عن هذا الامر. يعني عدم الاعتراف او الاعتراف دي كلها بتبقى اجراءات وبتاخد وقت وبتتم يوما ما بس. يعني بتتم يوما ما من 2004 لحد دلوقتي لسه ما تمتش؟ لا عادي ما فيش مشكله. دي ساعات بتتاخر وساعات بيبقى في اشياء من هذا القبيل، والامور اللي زي دي بتاخد مده. من سنوات قليله السعوديه اعلنت ان طريقه الطريقه التيجانيه هي طريقه باطله وفيها بعض الامور اللي يعني بتستدعي للكفر او بتصل للكفر. هو غالبا اي حد بيخالف المنهج الاشعري الازهري بيعتقد ان التصوف اصلا شيء غير محمود العاقبه بالمره، مش طريقه معينه، مش طريقه بعينها يعني انت. وبعدين يعني انت حضرتك اللي هو المشرب الوهابي ده بيعتقد ان التصوف ده ضلال اصلا كله من اوله لاخره، مش طريقه بعينها. يعني انا بجد مش متخيل ان احنا كلنا مسلمين، سواء يعني اخويا اللي في السعوديه او اخويا اللي في مصر او اخويا اللي في امبابه، اخويا في اي مكان، وبدانا نتقسم الى طوائف والى طرق وبدانا نكفر في بعض. احنا وصلنا كده امتى وازاي وليه؟ والله هو ده بيبقى الانسان بيصل بفكره الى اعتقاد ان هو الصواب وغيره خطأ. يعني ما بيسمعش وبيحاولش يسمع، ما بيحاولش يسمع الطرف الاخر، ما بيحاولش يجلس معاه، ما بيحاولش حتى ان هو يتقبل فكرته كأي فكرة ايا كان. ده اللي بيخلينا ان احنا نبدأ نتشدد في الامور ونبدأ بقى يعني يحكم الناس بالباطل على بعضهم البعض. حضرتك ازهري ودرست الدين الوسطي في الازهر، بتشوف ازاي يعني
يعني ايه السعوديه تكفر طريقه، واكيد عندهم، انا ما درستش او ما بحثتش في هذا الحكم، ولكن ازاي بتكفرهم واحنا هنا عندنا اتباع ليها وحضرتك منهم، فبتشوف ايه هي القواعد او هي الاساسات اللي هم اعتمدوا عليها بخلاف المذاهب العامه اللي هم ماشيين بيها واللي احنا ماشيين بيها. والله هو بص، يعني ما نقدرش نقول السعوديه يعني كلها ككل، يعني هو ممكن نقول مثلا في توجهات لبعض الاشخاص، ابن الباز ايضا لبعض يعني مثلا ده اشخاص اللي هم اتباع، فهم ممكن يكون له فكر مثلا معين، هو من خلال هذا الفكر بيحكم مثلا على طائفه معينه بانهم خرجوا عن الدين، وهذا مما لا ينبغي. فقد ذكر الامام الرازي انه ان وجدت للمسلم 99 بابا يخرج منه من الاسلام الى الكفر، ووجدت له بابا يدخله في الاسلام فاحكم عليه بانه مسلم. اهم مميزات هذه الطريقه او اهم العبادات او اهم الطرق اللي انتوا بتسعوا فيها لعباده ربنا من خلال هذه الطريقه؟ والله هو ما فيش امر زائد عن الاجتماع لذكر الله سبحانه وتعالى بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك الا وجه الله الا ناداهم مناد من قبل السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذه كل ما في الامر. يعني حضرتك اكيد على درايه كامله بكل الطرق وبكل الاشياء اللي بتحصل هنا في الزاويه، فكان عندي فضول اعرف شويه السعوديه او غيرها بيقصدوا ايه بكلمه الافعال الباطله او الامور الباطله. مش هقول طبعا الامور اللي هي بتكفر او الى ذلك، لان لا استطيع ان اقول ذلك يعني. والله انا نفسي لا ادري ما هي الامور الباطله، انا كل اللي انا اعرفه ان احنا بنيجي هنا نجتمع لذكر الله زي ما حضراتكم شفتوا. احنا جينا صلينا الظهر، اجتمعنا نذكر الله بالاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وقول لا اله الا الله بس. هذه كل اللي حدث. يعني مفيش ازيد من ذلك، يعني مفيش ازيد من ذلك بيحدث. الترند الاخير والتداول الاخير للزاويه وللطريقه على مواقع التواصل الاجتماعي بدا ان هو يظهر بعض البوستات والمنشورات الاخيره. حضرتك بتشوف الشهره الكبيره دي مفيده ولا غير مفيده؟ والله مش عارف، كل امر له نفعه وله ضرره، انا ما اعرفش هي مفيده او غير مفيده. طيب يعني زي ما حضرتك شفتوا بتاعنا متابعي الكرام ومتابعي المصير في كل مكان، من امام مقام التجاني طبعا الشيخ صلاح التجاني الذي يعني كان صدر الترند باول امس بطبعا اقاويله واتباعه اللي يعني بيعتقدوا ان الشيخ التجاني طبعا ليه كرامات ويعني كرامات وصلة طبعا إلهية وربنا. كنا مع أحد يعني أتباع الشيخ التجاني ويعني حاولنا نستفسر معه يعني كل الجدل اللي حاصل الأيام الماضية. طبعا زي ما احنا شايفين يعني من أمام المسجد اللي يعني الطريقة التجانية في مصر، طبعا المسجد في إمبابة وخصيصا في الزاوية التجانية. هو ده المسجد اللي طبعا كل اتباع طبعا الزاويه التجانيه اللي طلعها طبعا الهيئه الصوفيه المصريه النهارده يعني التبرؤ منهم وطبعا كفرتهم الهيئه الوهابيه في السعوديه بجدل كبير حول التجانيه. طبعا كنا مع احد اتباعه وقال احنا بنصلي، احنا مسلمين بنصلي وبندعي ربنا وبنعمل حلقات ذكر لربنا. وكده متابعي الكرام متابعي المصير في كل مكان، وصلنا لايك لايف بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلاح الدين التجاني طبعا أسسه الشريف صلاح الدين التجاني الحسيني 9 ذي الحجة عام 1975.